ليه حياتك محتاجة ترتيب أولويات؟ الكتاب بيبدأ بجملة تحسسك إنك لازم توقف وتفكر. الحياة مش مجرد سباق سرعة، الحياة سباق ذكاء. احنا ساعات بنجري ونتعب ونضغط نفسنا وفي الآخر نكتشف إن كل مجهوداتنا راحت في حاجات مش فارقة أصلا. وهنا بيجي سؤال الكتاب الأساسي: إمتى آخر مرة وقفت مع نفسك وقلت أنا بعمل الأهم ولا الأسهل؟ العادة الأولى: كن مبادر، انت المسؤول عن يومك. الكتاب بيقولك لو فضلت تنتظر الظروف مش هتوصل لحاجة. المبادر هو اللي بيتصرف قبل ما الدنيا تلخبطه، بياخد خطوة حتى لو مفيش حد مسنده، بيحط أهداف واضحة مش بيمشي وخلاص. هل انت بتدير يومك ولا يومك هو اللي بيديرك؟ العادة التانية: ابدأ والهدف في ذهنك. قبل ما تبدأ أي حاجة اسأل نفسك النهاية اللي أنا عايزها شكلها عامل إزاي؟ الناس اللي بتنجح مش بتبدأ من الصفر، دي بتبدأ من الصورة اللي عايزين يوصلوا لها. لو عايز حياة مختلفة لازم تبدأ تشوفها الأول. ايه الشيء اللي انت نفسك توصله وبتأجل انك تفكر فيه؟ العادة التالتة: ضع الأهم قبل المهم. وده قلب الكتاب كله، العادة اللي بتفصلك عن الضياع والتشتت وضغط الوقت وبين انك تبقى شخص منظم وفعال. هنا بيتكلم عن واحدة من أهم أدوات الإنتاجية في العالم: مصفوفة إدارة الوقت، اللي بتقسم شغلك ل4 مربعات: مهم وعاجل، مهم وغير عاجل، غير مهم وعاجل، وغير مهم وغير عاجل. أهم حاجة بقى المهم والغير عاجل. أكبر غلطة بنعملها إننا بنقضي نضيع عمرنا في المستعجل ونسحب وقت من المهم. كم ساعة ضيعتها النهاردة على حاجات مش فارقة؟ ارتباط العادات التلاتة ببعض. الكتاب بيشرح إن أول 3 عادات هما الأساس. العادة الأولى بتخليك تمسك زمام حياتك، العادة التانية بتخليك تحدد الطريق، العادة التالتة بتخليك تمشي في الطريق الصح كل يوم. من غيرهم هتعيش على رد الفعل مش على الفعل. خلاصة الكتاب: حدد انت عايز ايه مش ايه اللي مطلوب منك بس. اشتغل على المهم قبل ما يتحول لمستعجل، ورتب يومك على أولويتك مش أولويات الناس. اعرف قيمتك لأن أولوياتك بتطلع منها، ولو مش مرتب حياتك حد تاني هيرتبها لك. ولو عجبك الفيديو ياريت لايك واشتراك في القناة، دعمكم لينا هو اللي بيساعدنا اننا نكمل.